في هذه المباراة. ميسي سيأخذ صورة تذكارية ثم سيلتحق بباريخو ليسلم عليه ويتبادلان التحية. أيضا نحن نبادل التحية زميلنا علي محمد علي الذي سيتولى التعليق على أحداث هذه المباراة. نتابع تشكيلة فريق فالنسيا الذي يأتي بخط وسط قوي هذه الأمسية لمقارعة برشلونة في الكامب نو. علي محمد علي، مساء الخير، إليك الميكروفون. شكرا للزميل خالد ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا في ملعب الكامب نو في اطار الاسبوع 22 لمسابقه الدوري الاسباني. المتصدر برشلونه والذي ياتي برصيد 49 نقطه في الصداره امام فالنسيا صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطه. ملعب الكامب نو، ولكن دعونا نهنئ الحقيقه المنتخب القطري بلحظات تاريخيه وانطلاقه خطوره فاس باريخو. يا ولد للصفقات، لكن هنا امامنا استلام على طول من جانب اللاعب اللي بيستلم. فاول ادي حكم اللقاء. الحكم هو انديانو مايينكو، حكم هذه المباراه بيعاونه ماتيوس كويار وايضا الونسو فرنانديز، وياتي جيل مانسانو هو الحكم. 19 هدف في الدوري و6 في دوري ابطال. وادي ميسي القادم من تولوز المدافع. عاد انطلاقه من ساميدو، عدى حلوه قوي ساميدو حكم اللقاء. هل هناك ركله جزاء؟ هل هناك ركله جزاء على جابرييل باوليستا؟ وهناك تقنيه الفار وننتظر. ادي الكوره، عدى حلو قوي نيلسون ساميدو في اللقطه الماضيه، عدى حلو بمهاره. بص امامنا المهاره خلقت له المساحه، وادي التسديده، وادي لمسه اليد على جابرييل باوليستا في اللقطه الماضيه. شوف ايده بقى ارتفعت عن محيط جسمه. ليس هناك ركله جزاء. على طول الكرات العاليه 4 هنا في الجنب اليمين، يلعب كره حلوه قوي سواريز. هي هدف من ركله الجزاء اللي تركها له ميسي. استلام حلو قوي كوتينيو يا ولد يا كوتينيو، لكن تصدي روعه من مواطنه نيتو امامنا هنا في هذه اللقطه. كره اولى من كوتينيو ايضا في مكان كان جابه ايضا لانجلي. ادي على طول ميسي تمريره حارس المرمى، انطلاقه حلوه قوي في المساحه. كوكولان الى رودريجو. يا ولد رودريجو مورينو يسجل اول اهداف اللقاء هنا لصالح نادي فالنسيا بعد هذه الهجمه الخطيره. لعبوا على العمق، وامامنا هنا الهدف اللي بيسجل في هذه اللحظات. كيفن جاميرو هو اللي انطلق في اللقطه الماضيه، خد التمريره بتاعت رودريجو مورينو وانطلاقه حلوه قوي. وكيفن جاميرو بص اتقطعت هنا الفاول، هنا الدفعه من جانب باريخو مع ميسي، لكن اتعملت سريعه، اتعملت مثاليه. وادي الدفعه اهي، دفعه واضحه جدا من باريخو في هذه اللقطه. ثم الموقف امامنا هنا 2 على 3 سواريز كره ملعوبه لحضراتكم بدلاء فالنسيا برضو، لكن خلينا نشوف الكره العرضيه. الدفعه بينالتي على سيرجيو روبرتو عامل مشاكل وانذار. سيرجيو روبرتو على المباراه لسه بنحكي، تتفلسف تألف في التشكيله، تودي ده ظهير ايسر وتلعب ده ظهير ايمن وتفكر في حمايه لاعب، لكن اي حمايه. الشوارع موجوده النهارده في جانب سيرجيو روبرتو. شوف امامنا اهو دانيال باس خد بص في الدقيقه 32. تير شتيجن، هل ينجح تير شتيجن؟ ولكن داني باريخو داني عملوها تاني فالنسيا وسجلوا في هذه الكرة عن طريق داني باريخو وسط أخطاء دفاعية قاتلة، وركلة جزاء تسجل في الدقيقة 32 عن طريق القائد داني باريخو في هذه الكرة وهذه اللقطة. أي إبداع، أي تفوق، ومارسيلينو لم يحقق أي فوز على نادي برشلونة. قد يكون هو فوزه الأول لو تحقق الفوز، لكن بص شوف داني باريخو لا تصد ولا ترد. كرة في زاوية في ارتفاع متوسط، المشغولين حتى هل ينتقل للإنتر، هل يروح تشيلسي، لأن قدوم فرانكي دي يونج. وحكم اللقاء يدي المرة دي ركلة جزاء المرة دي انديانو مايينكو، ولاتو يرتكب خطأ، والمرة دي حكم اللقاء لا يتردد. انديانو مايينكو ركلة جزاء في هذه اللقطة على المورتو.
شوف امامنا حكم اللقاء لم يتردد المره دي، ينتظر القرار وينتظر الفار في الاهداف، الفار في ركلات الجزاء، الفار في حالات الطرد لحارس المرمى. ركله جزاء قد تعيد البارسا للمباراه، وميسي ميسي دائما ابدا، ميسي اللي بيضع البارسا في الطريق الصحيح في هذه اللقطه. اللي عنده ميسي غير، اللي عنده ميسي خير، اللي عنده ميسي كل خير. وسكت الكلام، واللي هيلعب مع ميسي عليه السلام راحت طبعا زي ما هو عايز يسجل ميسي في هذه اللقطة الهدف الجميل من ركلة الجزاء الصحيح في المقام الأول. ادي امامنا هنا راكيتيتش يلعب كرة حلوة قوي، يا على المهارة، يا على الروعة، يا على العظمة. اللمسة العظمة لله وحده طبعا، لكن اللمسة ايه؟ كرة بالسنتي. ادي راكيتيتش امامنا هنا وصيف كأس العالم مع المنتخب الكرواتي، وواحد من اللاعبين المهمين جدا والتأثير الكبير. لكن ميسي المساحة الضيقة الى ارتورو فيدال، ارتورو فيدال على طول كرة تتخلص تسديدة اليوم. ادي امامنا الينيا اللي عامل هجمة سريعة الى ميسي، ممكن التعادل، ولكن يضيع ميسي ويتصدى هنا الحارس نيتو. اول كوره الشوط الثاني يبدا في بدايه قويه 2-1 في الشوط الاول. هجمه كان فيها دفعه لميسي بتاعت باريخو اللي وصلت الى اللاعب رودريجو اللي مرر الى اللقاء، ولكن هنا الاستبسال الدفاعي مره ثانيه ألبا وفرصه، لكن على اليمين عند ألبا تفرق كتير. الكره الماضيه كره الى خارج الملعب، ألبا اللي سجل في مرمى اويس يفتح اللعب ناحيه سيرجيو روبرتو. الينيا مره ثانيه في المساحه الضيقه، يا ولد على الشخصيه، يا ولد على القرار، ولكن امامنا هنا ادي كره بتاعت الينيا. وما زال نيتو رجل المباراه الاول. كره الينيا التصدي السادس في المباراه، قدموا شوط اول مميز الحقيقه، لكن الشوط الثاني تراجع مبالغ فيه. عرض عن داني باريخو، رودريجو مورينو، وصعبه على فيرمايلن، ولكن يطلع تير شتيجن وتصدي وترتطم الكرة في قلب فيرمايلن فقد الكثير الحقيقة، لكن رودريجو مورينو عمل هنا من سواريز، وكرة ملعوبة على القائم البعيد. ميسي رأسي للجزاء، قلص ميسي النتيجة. الشوط الثاني اللي بدأ بحماس، 18 تسديدة، واللي يضيع امام المرسى. ياتي ميسي هنا ليعاقب، واي عقاب اللي عنده ميسي غير، اللي عنده ميسي عنده الخير. وميسي ياتي بهدف التعادل في الدقيقه 64 بالتخصص هنا. بص اتعملت حلوه قوي، وتسديده صعبه جدا، صعب مهاجم. ادي استلام من جوردي ألبا، لعبها حلوه قوي. كوتينيو